اهلا بيكم سنه رابعه ابتدائي. ان شاء الله هنحل مع بعض الجزء الثاني من الفيديو اللي هو مراجعه الوحده الاولى في ماده العلوم. 6 بيقول لي ما دور الانسان في استعاده النظام البيئي الى طبيعته الاصليه. طبعا دوره ان هو يرجع النظام البيئي لطبيعته عن طريق زراعه الغابات. عن طريق زراعه ايه؟ الغابات. عن طريق زراعه الغابات. طيب هنا بيقول لي ما أهمية وجود الأشواك على أوراق شجرة الصند. طبعا وجود الأشواك بيمنع الحيوانات من أن تاكل إيه؟ الورقة. يبقى منع الحيوانات من أكل الورق. من أكل إيه؟ الورق. طيب 8 بيقول لي كيف يظل شجر الكابوك مستقيما. طبعا لأن شجر الكابوك عنده جذور داعمة، فالجذور الداعمة ده بتخليه ثابت مستقيم. تمام، يبقى الوجود جذور داعمة. تمام. 9 بيقول لي ما أهمية الجذور السميكة الطويلة في النباتات الصحراوية. طبعا المناطق الصحراوية فيها ندرة مية. تمام، يبقى أول حاجة عشان يوصل للمياه الجوفية فبيعوض نقص المياه، فبياخد مية من باطن الأرض. تاني حاجة إن الجذور لما بتمتد في باطن التربة بتكون سميكة، ده بيخلي الشجرة صامتة أمام الرياح، يعني بتكون ثابتة كده مستقيمة. يبقى أول حاجة للوصول إلى المياه الجوفية. وإيه كمان؟ تثبيت النبات في التربة. وإيه كمان؟ لجعلها مستقيمة. طيب 10 بيقول لي ماذا يحدث إذا تناول أحد الحيوانات أوراق شجرة إيه؟ الصمت. أولا شجرة الصمت بتفرز مادة كريهة، فبيجعل الحيوان لما يجي إن هو ياكلها فبيتذوقها، فبيعرف إن هو طعمها غير مستساغ فبيبعد عنها ويتركها. يبقى هنا يبعد عنها ويتركها لأنها تفرز مادة سامة تجعل طعم الورقة غير ايه؟ تجعل طعم الورقة سيء. تمام. طيب هنا وجود طبقة رقم 11 بيقول وجود طبقة دهون في جسم البطريق. طبعا احنا عارفين ان البطريق بيعيش في البيئة الايه؟ في بيئة باردة. يبقى هنا هنقوله لتدفئة جسم البطريق. جسم ايه؟ البطريق. طيب 12 بيقول لي وجود الفراء للحيوانات التي تعيش في البيئة القطبية. برضو نفس ايه؟ نفس الإجابة. أقوله لتدفئة الحيوانات التي تعيش في البيئة القطبية. طيب بيقول لي ما أوجه الاختلاف بين الجهاز التنفسي للإنسان والجهاز التنفسي للأسماك. الجهاز التنفسي للإنسان بيتم التنفس عن طريق الرئة. عن طريق إيه؟ أما في الأسماك فبيتم التنفس عن طريق الخياشيم. تمام. طيب السؤال السادس بيقول لي استخرج الكلمة المختلفة. الفم، اللعاب، الكبد، الرئة. هنا المختلف الرئة، لأن الفم واللعاب والكبد من أعضاء الجهاز الهضمي، لكن الرئة دي عضو من أعضاء الجهاز التنفسي. 2 بيقول البطريق، الدب القطبي، الثعبان، الثعلب القطبي. كل دول بيعيشوا في المناطق القطبية الباردة ما عدا الثعبان بيعيش في الصحراء. يبقى هنا المختلف اللي هو ايه؟ الثعبان. 3 النخيل، شجر الصمت، زنبق الماء، التين الشوكي. هنا زنبق الماء لأن زنبق الماء بيعيش في المية. 4 إلقاء النفايات في الماء، عوادم السيارات، دخان المصانع، زراعة الأشجار. طبعا هنا المختلف هنا ايه؟ زراعة الأشجار، لأن كل دول ايه؟ ملوثات من ملوثات الهواء. 5 المعدة، الأمعاء، المريء، الرئة. هنا المختلف الرئة، لأن كل دول أعضاء في الجهاز الايه؟ في الجهاز الهضمي ما عدا الرئة عضو من أعضاء الجهاز التنفسي. السؤال السادس بيقول لي عرف كل من ما يأتي. 1 التكيف.
التكيف هو أقول له هو تغير في سلوك الكائنات الحية يساعدها على البقاء والتكاثر. يبقى هنا ايه؟ تغير في سلوك الكائنات الحية يساعدها على البقاء والتكاثر، على البقاء والتكاثر. طيب التخفي، أقول له التخفي إحدى صور التكيف، إحدى صور التكيف تساعد الحيوان على الاختباء. الاختباء من ايه بقى؟ الاختباء من الحيوانات المفترسة، من الحيوانات المفترسة، او التسلل للفريسة، او التسلل للفريسة. تمام. التكيف التركيبي اقول له ده تغير في تركيب جسم الحيوان، جسم ايه؟ الحيوان. تمام. عملية التنفس هي عملية دفع الهواء إلى الداخل أو الخارج. طيب عضلة الحجاب الحاجز هي عضلة كبيرة مسؤولة عن عمليتي الشهيق والزفير. تمام. السؤال السابع بيقول لي تخير من العمود ب ما يناسب العمود ألف. عشان نحل السؤال الاختياري لازم نقرا العمود ألف كله والعمود ب كله قبل ما نوصل. ألف بيقول لي الأكسجين، المريء، الأمعاء الغليظة، الطاقة، ثاني أكسيد الكربون، الزفير، اللعاب. ب بيقول لي أنبوب يحتوي على عضلات تحرك الطعام للمعدة، غاز ضروري لتنفس الكائنات الحية، غاز ينتج من عملية التنفس، تمتص السوائل من الغذاء غير المهضوم، تساعد الجسم على أداء وظائفه، يوجد بالفم ويرطب الطعام ليصبح لينا، عملية ينبسط بها الحجاب الحاجز ويتحرك لأعلى. طيب إنه أول حاجة هنا أنبوب يحتوي على عضلات تحرك الطعام المعدة، ده طبعا المريء. ده إيه؟ المريء. نيجي قدام المريء هنا ونكتب إيه؟ رقم 2. طيب هنا غاز ضروري لتنفس الكائنات الحية، طبعا هنا اللي هو إيه؟ الأكسجين. أجي هنا قدامه وأكتب رقم 1. اللي بعد كده بيقول لي غاز ينتج من عملية التنفس، طبعا غاز ثاني أكسيد إيه؟ الكربون. أجي هنا وأكتب رقم إيه؟ 5. طيب هنا بيقول لي تمتص السوائل من الغذاء غير المهضوم. مين اللي بتمتص السوائل من الغذاء غير المهضوم؟ طبعا الأمعاء الإيه؟ الغليظة. أجي هنا وأكتب رقم 3. بعدين بيقول لي تساعد الجسم على أداء وظيفته. يا ترى إيه هي اللي بتساعد الجسم على أداء وظيفته؟ الطاقة. طبعا أنا من غير الطاقة مش هقدر إيه؟ أعمل الوظائف بتاعتي، مش هقدر أكتب واجبي، مش هقدر أعمل الأنشطة بتاعتي اليومية. طبعا لازم جسمي محتاج لطاقة، والطاقة دي بياخدها من الأكل عشان يقدر ان هو ايه. انا لو مش واكله كويس وعندي طاقه مش هعرف اذاكر. تمام. بعد كده بيقول لي نقط يوجد بالفم ويرطب الطعام ليصبح لينا، طبعا اللي هو رقم 7 اللعاب. اجي هنا واكتب رقم 7. عملية ينبسط فيها الحجاب الحاجز ويتحرك لأعلى، طبعا دي عملية الايه 6 هنا الزفير. اجي كده هنا 6. السؤال الثامن بيقول لي في الشكل المقابل توضح نوعا من الحشرات التي تشبه أوراق النبات التي تقف عليها. هنا عشان طبعا أنا آسفة عشان هنا معمول بالأزرق، هنا الحشرة هنا خضرة والورقة هنا ايه؟ خضرة. يبقى بيقول لي 1 هذا النوع من التكيف يسمى التخفي والانقراض. طبعا ايه؟ التخفي عشان هما من نفس اللون فبيستخبوا في بعض. 2 هذا النوع من التكيف يعتبر سلوكي ولا تركيبي؟ طبعا تكيف تركيبي لان لونها ده ربنا اللي مديهولها. تمام. هنا حيوان لديه اذان طويله، اذا يعيش في البيئه ايه؟ طالما هو عند الودان بتاعته طويله يبقى بيعيش في البيئه الايه؟ الحاره. في البيئه الايه؟ الحار، عشان الاذان الطويله بيستخدمها عشان يهوي جسمه. 4 في الشكل المقابل هنا بيقول لي ده عضله الحجاب الحاجز، وهنا عضله الحجاب الحاجز هنا اللي تحت وهنا الاعلى. بيقول لي العمليه رقم 1 دي عمليه ايه؟ اقول له الشهيق. الشهيق. ماشي. طيب 2 هنا هو مرتفع الأعلى يبقى دي عملية الايه؟ الزفير. تمام. 4 بيقول لي في الشكل المقابل هنا بصي هنا عضلة الحجاب الحاجز
هنا بصي نازله لتحت وهنا طالعه لفوق. هنا بيقول لي العمليه رقم واحد هي طبعا عمليه الايه؟ الشهيق. تمام. اتنين اهي، هي طالعه بتتحرك لاعلى، دي عمليه ايه؟ الزفير. تمام. طيب بيقول لي ماذا يحدث للحجاب الحاجز في العمليه رقم ايه؟ واحد. اقول له هنا ايه؟ ها، تتحرك عضله الحجاب الحاجز لأسفل، يعني هتنقبض. لما تنقبض ايه اللي هيحصل؟ يزداد حجم القفص الصدري فيندفع غاز الايه؟ الاكسجين للداخل، يعني داخل القفص الصدري. طيب هنا بيقول لي ماذا يحدث اذا اصيب شخص في الحجاب الحاجز. طبعا الحجاب الحاجز دي مسؤولة عن التنفس. تمام، يعني مسؤولة عن عملية الشهيق والزفير. فلو هي اصيبت يبقى هنا ممكن يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ايه؟ الى الوفاة، عشان الانسان مش هيقدر ايه؟ يتنفس. تمام. بعدين بيقول لي ما اهمية وجود اشواك على اوراق شجرة الصمت. اقول له يحميها او تحميها من ان تأكلها الحيوانات. تمام. يقول لي بعد كده تتنفس الضفادع عن طريق نقط عندما تعيش في الماء. يبقى هقول له تتنفس عن طريق الايه؟ الجلد. طيب بينما تتنفس عن طريق نقط عندما تعيش على اليابسة. الرئة زي الإنسان. تمام. طيب